السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتنا. هنعمل مع بعض ان شاء الله محشي بالفراخ، الاتنين في حلة واحدة. الفيديو ده مخصوص لمحبي وعشاقي محشي ورق الخس، واحب اقول اللي ما بيحبش محشي الخس جربوه بنفس الطريقة وهيعجبكم قوي، هينسيكوا اي محشي تاني بتحبوه من جماله كده وحلاوته. انسي خالص محشي ورق العنب جنب الخس. هنلفه كمان مع بعض كده بطريقة جديدة خالص هتعجبك قوي. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ في وصفتنا. وما تنسيش تشجيعتك الحلوة ليا، اشتراك في القناة ولايك كده حلو منك للفيديو. شايفين كده الجمال والحلاوة دي؟ في البداية كده هنسبك القوطة بتاعتنا. معايا حلة سخنة كده على النار، انزل عليها كده بحوالي فنجان من الزيت، وعليها كده شفشق قوطة مضروب في الخلاط، او طبعا الكمية دي بترجع ليكي انتي. تاني حاجة معايا الخس بتاعي. بتجيب الخصايه، حاولي كده وانت بتشتري الخس اشتري كده الخصايه اللي ورقتها ناعمه، بلاش استبعدي خالص الخس اللي هو الورقه بتاعته كده خشنه شويه او مخرفشه كده شويه. ناعمه اللي هو زي ما انت شايفه بالشكل ده، بتبقى سهله معاكي جدا في اللف، خصوصا ان احنا مش هنسلق ورق الخس خالص، احنا هنحتفظ بيه زي ما هو كده بلونه الاخضر ده. بتقطعي بقى الورقيه بالطول، بتمسكي كده عود الخس وتقطعي الورقيه بالطول زي ما شايفاني كده. زي ما قلت لك احنا هنلفه لفه جديده، هنلفه زي السمبوسه كده او مثلثات، او زي ما بيسموه حجبه. فبتمسكي كده عود الخس زي ما قلت لك وقطعي الورقه بالطول بالشكل ده كده، وحاولي كده وانت بتقطعي كده رصي الكميه اللي انت بتقطعيها فوق بعضيها، رصيها كلها كده فوق بعضيها، بتسهل معاكي خالص وانت بتلفي المحشي. خلصت بقى كده الكميه بتاعتي كلها. طبعا زي ما قلت لك الكميه دي بترجع ليكي انت. الكميه اللي انا عاملاها دي حله كده متوسطه حلوه، يعني انا استخدمت فيها حوالي كده 4 أو 5 خصات. خلصت بقى كميه الخس كلها. معايا بقى كده طبق كبير او صينيه كده كبيره بحيث احط فيها الورق يكون مفرود معايا، فيها ميه سخنه، وانزل كده عليها بحوالي معلقه ملح كبيره. ولو كمية خس أكبر بتنزلي عليها معلقتين أو 3 ملح كبار، لأن الملح مع المية السخنة هو ده اللي هيخلي الورق بتاعنا يدبل. احنا مش هنسلق الورق علشان نحتفظ بلونه الأخضر ده زي ما هو. الملح مع المية السخنة سيبيه كده حوالي ساعتين أو 3 على ما تجهزي بقى خلطة المحشي، هتخلي الورق يدبل معاكي خالص. بعد كده معايا الخضرة بتاعتي. انا بحب استخدم في المحشي الكزبرة والشبت، بصراحة بيدوا طعم وريحة حلوة قوي في الخلطة المحشي. غسلتها غسلة كويسة وقطعتها. تاني حاجة هنا معايا الفراخ بتاعتي اللي انا هعملها في المحشي. معايا حابة تستخدمي صدور بانيه زي ما انا مستخدمة اللي يعجبك، حابة تستخدمي اوراق، حابة تستخدمي فرخة كاملة وتخليها من العظم اللي يعجبك. معايا بقى كده بصلاية كبيرة مبشورة مع طماطمايه. معايا نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود وربع معلقة من البابريكا. دي كده تتبيلة حلوة قوي هنعملها سواء في الفراخ او سواء في شرايح البانيه. بس حاولي لو انت هتستخدمي بانيه حاولي تكون الشرايح بتاعتك سميكة شوية مش رقيقة. يعني صدر البانيه هيعمل معاكي حوالي 3 شرايح. قلبيها بقى كده في قلب بعضها كلها كده اهو، وسيبيها حوالي كده ساعة على الاقل تتبل. بعد كده معايا حوالي 4 كده او 5 بصلات كبار بتقطعيهم تقطيع متوسط. كده جهزنا كل حاجة بتاعة المحشي. معايا التوابل بتاعتي معلقة ملح كده كبيرة، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، معلقة نعناع مجفف بتدي ريحة حلوة قوي في المحشي. معايا مكعب من المرقة ونص معلقة شطة او بابريكا. تعالى اقولك بقى على تركاية حلوة قوي هنعملها في المحشي، هتدي كده نفس وريحة وطعم حلو قوي في المحشي. حلة سخنة كده على النار، انزل عليها بحوالي معلقتين سمنة كبار وفنجان من الزيت، وانزل عليهم اول ما يسخنوا انزل عليهم بالبصلة. هنا انا مش بدي لون للبصلة، انا بس بدي تتبيلة كده بسيطة خالص للبصلة، وفي نفس الوقت هدي تحميصة حلوة للتوابل بتاعتي او للبهارات. اول ما البصلة دبلت معايا بس كده بنزل عليها بالطبق التوابل بتاعي واقلبهم بقى كده. وهنا شمي بقى كده الروايح الخطيرة. سيبي بقى كده التوابل في قلب البصلة حوالي كده دقيقة. بعد كده انزلي عليهم بطبق القوطة المتسبكة، وزي ما قلتلك بتهدي النار كده على القوطة وتسيبيها تتسبك خالص لغاية ما تنطر الزيت بتاعها.
بعد ما قلبت بقى الكلام ده كله كده في قلب بعض وسبت حوالي 5 دقايق كده على النار، برفعها بقى كده من على النار، ومعايا حوالي نص كيلو من الرز مغسول ومتصفي. وزي ما قلتلك الكمية دي بترجع ليكي انتي. نزلت بقى كده على القوطة والبصل بالرز بتاعي، ونزلت كمان عليهم بالخضرة، اديلهم بقى كده ايه تقليبة حلوة مع بعضهم. ولو وصلت معايا لغاية هنا من الفيديو ما تنسيش كده تكتبي لي تعليق حلو كده، تعليقاتك الحلوة دي بتفرحني وبتكبر بخاطري وبتنسيني اي تعب انا تعبته. ايه رأيك بقى في لون الخلطة الخطير ده؟ قلبت بقى كده الخلطة بتاعتي تقليبة كويسة، وهبدأ بقى ان انا اعبي المحشي بتاعي. معايا هنا حلة فردت كده في الارضية شرايح من الطماطم، وهنزل عليها بشرايح البانيه بتاعتي بالتتبيله بتاعتها. ما تشيليش من عليها تتبيله ولا اي حاجه، زي ما هي كده. كل الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي في المحشي. وزي ما قلت لك استخدمي اي حاجه انت بتحبيها. ممكن تستخدمي اوراق الفراخ، ممكن تستخدمي اوراق مخليه او فرخه كامله مخليه من العظم، اللي يعجبك. فردت بقى كده شرايح البانيه بتاعتي. بتعملي بقى شرايح، لو شرايح بانيه بتعمليها حسب عدد افراد اسرتك، بتبقى وجبة كده كاملة متكاملة. فراخ مع محشي الاتنين في حلة واحدة، بطعمها خطير. ببدأ بقى كده ان انا اتعامل مع الورق الخاص زي ما بتعامل مع السمبوسك بالظبط. بتاخدي كده شوية من الخلطة، مش قليلين قوي ومش كتار قوي، على اول كده الورقة الخاص، وبتبتدي تلفيها كده زي ما بتلفي السمبوسك بالظبط. هنا وانت بتحشي لفي كده، احشي على الناحية الخشنة من الورقة، ما تلفيش على الناحية الناعمة، خلي الناحية الناعمة بتاعت الورقة من بره. هتلاقيها بتتلف معاكي بكل سهولة خالص. رصيها بقى كده جنب بعضيها بالشكل ده. خلصت بقى كده الكمية بتاعتي كلها. معايا هنا بقى الشوربة بتاعتي سخنة كده مغلية. استخدمي الشوربة اللي موجودة عندك، شوربة لحمة، شوربة فراخ، او زي ما بتحبي تسقي المحشي بتاعك باي نوع شوربة انت بتحبيه. لو ما فيش شوربة خالص بنعمل شوربة كوباية كده او كوبايتين مية مغلية، عليهم معلقة سمنة كده كبيرة، عليهم معلقة صلصة طماطم او طماطمايه كده كبيرة مبشورة، نص معلقة ملح مكعب من المرقة، ورشة فلفل اسود. بتغلي الكلام ده كله مع بعضه وبتسقي بيه المحشي بتاعك. بترفعيه بقى على نار عالية. اول ما يتشرب معاكي بتهدي النار عليه خالص، وتسيبيه يستوي خالص على مهله. بياخد معاكي حوالي من تلت ساعة لنص ساعة، وبيبقى مستوي وزي الفل. شايفين بقى كده الجمال والحلاوة دي؟ عايزة اقولك ان طعم الفراخ طعمها خطير، مستوية، طعمها كده عامل زي المشوية، مستوية وحلوة قوي. المحشي دايب طبعا زي الزبدة. جربي كمان لفة الحجيبة دي وهتعجبك قوي. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ الرز مستوي جدا من جوه وفي نفس الوقت مفلفل. حاولي بقى كده وانتي بتسقيه ما توصليش الشوربة، ما تخليش الشوربة توصل معاكي للطبقة الأخيرة، لا، للطبقة اللي قبل الأخيرة. انتي بتبقي شايفة الشوربة، ولكن في نفس الوقت هي مش مغطية سطح المحشي، لا، خليها كده تبقى لغاية الطبقة اللي قبل الأخيرة. خلي الشوربة كده لغاية الطبقة اللي قبل الأخيرة علشان يطلع معاكي مستوي وفي نفس الوقت مفلفل. ما تزوديش الشوربة عليه. وزي ما قلتلك هدي النار عليه، اول ما يتشرب معاكي هيطلع معاكي مفلفل ومستوي وزي الفل. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.